السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صيادين؟ حابب افرجكم بندقية، يعني تعتبر دي أصغر بندقية عندي هنا في كندا. أعتقد إن أمريكا الشمالية عموما دي تعتبر من أصغر البنادق الموجودة هنا. إيه دي؟ بندقية شكلها مرعب حبتين. دي اسمها ريمington 597. دي بندقية على المنظر الجميل ده، بندقية ريم فاير بتضرب عيار R22 بس سيمي اوتوماتيك، وبتاخد خزنة 50 رصاصة. دي بتاخد 50. ازاي؟ نشوف عشان نبقى واضحين بس من الاول. ايه الجميل في البندقية دي؟ دي بندقية خفيفة جدا. التيبشك او الستوك بتاعها مش خشب، ده كربون فايبر، فبندقية خفيفة جدا. الخزنة بتاعتها، المجازين بتاعتها حتى مش ميتال، ده بلاستيك. ماسورة قصيرة ممكن تستخدمها، يعني أطفال. أنا ابني عنده 9 سنين بيتمرن عليها. هي مني تعتبر بندقية تدريب. إيه اللي ممكن نصطاده بدي؟ جراوس، شارك تيل جراوس، البرير تشيكن، الفيزنت. كل ما هو أبلاند جيم بيرد ممكن نصطاده بدي. ممكن، قانون يسمح بده هنا في كندا. ايه تاني؟ البندقية دي عيار صغير جدا عشان اوريكم الفرق بس. دي طلقة الار 22، حاجة صغيرة خالص، يعني يا دوب نوريكم الفرق. دي الطلقة بتاعت الار 22 اللي بتتضرب في البندقية دي، وده الظرف بتاع الخرطوش او الطلقة بتاعت الخرطوش اللي بتتضرب من الشوتجن. ودي الطلقة بتاعت التري ويت اللي انا بصطاد بيها. فاعتقد ان الفرق واضح. البندقية دي ما ينفعش تضرب بيها اي حيوانات من البيج جيم، لا دير ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني هتعوره وتاذيه ومش هتعمل له هارفست، مش هتقدر تاخده في الاخر، لانه مش مينلي مش يعني هيتعور وهيمشي. ممكن خلال 4-5 ايام بسبب الانفكشن اللي هيحصل في الجرح ممكن يقع. غير كده لا. طيب، مميزات: خفيفه، شكل جميل، خزنه كبيره جدا، سيمي اوتوماتيك. بتقعد تضرب، يعني هتقعد تضرب بيها مثلا نص ساعه كامله مش هتقول لا. افضل اضرب زي ما انت عايز. الخزنه طالما عبيت الخزنه دي اقعد اضرب. هي بتيجي معاها كمان خزنه صغيره موجوده معايا تقريبا في التراك بتاع الصيد. طيب، المشاكل اللي فيها، والله انا يعني انا مش شايف نفسي ان انا اقدر اعمل جادج، بس في 3 حاجات لما ببص عليها في كل بندقيه. ان البندقيه دي ما هيش استخدام يومي، لكن البنات من البنادق اللي بستخدمها للتدريب مع الولاد. ولو في فرصه ان احنا مثلا جوه فيلد بنعمل ابلاند جيم بيرد، نستخدم دي مع الشوتجن. طيب، دي ايه العيوب اللي فيها؟ اول حاجه، حديد اكسبوزد بشكل مش احسن حاجه في الدنيا. يعني في الفينش بتاع البلد التركي في منلي حاجات احسن من كده، مع ان ريمينجتون شركه مشهوره. بس اوب عندي كونسيرن هنا. اول حاجه، بولت اكشن المنطقه دي، روح البندقيه كلها هنا في الحته دي. ايه اللي بيحصل هنا؟ الخزنه بتبقى موجوده، طلقه طلعت، بولت اكشن رجع ورا، بياخد طلقه ثانيه وبيزقها لقدام. طيب، الحته دي بتبني هنا بسبب ان هم الماتيريال دي مش معمول، القطعه دي مش معموله من حديد مضاد للصدى،
فبتصدي. طيب معنى صدى في المنطقه دي معناها ان البندقيه ممكن تعلق، ممكن التعمير يكون بطيء. انا شفت منها بصراحه مشاكل في الفيلد، كان في رصد على الحته دي. ف على طول يعني مثلا النهارده احنا خلينا نعمل صيانتها مع بعض. الحته دي هنا اهي ما عملتش فيها اي حاجه، مجرد ان انا جرحت عليها بمنديل. بصوا طالع منها شغاله ما فيهاش مشكله لسه، لكن لو الصدى ده اتساب هتبتدي تعلق. فعلى طول زيت ونبتدي نتعامل معاها. هستخدم منديل او هستخدم الوش بتاع دي، الوش بتاع الماتيريال بتاع السيخ بتاع التنظيف، نبتدي نكحتها. طيب انا لو رجع بيا الزمن هشتري دي ولا هشوف بندقيه ثانيه تكون احسن من كده؟ بصراحه البندقيه دي بتحتاج صيانه كتير جدا. الصدى يعني مجرد ما يبقى فيه شويه صدى هنا توقف شغل. مش بتوقف شغل بمعنى توقف شغل، لكن ما بتعمرش اوتوماتيك. طيب انا زيدت البولت اكشن بتاعها من بره، اديت معاهم زاويه الماسوره نفسها كمان. طيب الماسوره كمان بتصدي، الماسوره كمان بتصدي للاسف ما هياش متغطيه بشكل كويس، حديد اكسبوزد هنا، وهتفضل في الصيانه دي كل فتره. انا بس مجرد مسحت الماسوره وعليه زيت. طيب المدى بتاعها صغير برضه، ما هواش مدى كبير، بس بندقية تدريب ممتازة، الوزن بتاعها خفيف، ف ولاد مبسوطين بيها جدا. يعني بتدي فرصة لولد عنده 9 سنين ان هو يبص من سكوب وبندقية وتعمير اوتوماتيك والكلام ده. لطيفة، لكن ما هياش بندقية صيد. يعني انا بالنسبة لي بصراحة ان انا حتى لو ارنب اضربه بدي لا، ما اعتقدش ان دي حاجة كويسة. هو ممكن يتصاب برضه وما يقعش في ساعتها، وبعد فترة 3-4 ايام بقى انفكشن ونيلة هيموت. طيب الصيانة بتاعتها هنفتح البولت اكشن، عدي السيخ، زق كل حاجة ورا. لو فيها سدد او فيها طلقة معلقة، ما يعني انا الحمد لله ما عنديش حاجة زي كده هنا. انا دايما بتابع كل البنادق بتاعتي، بعمل لها صيانتها في اول باول. اللي فتحت ان احنا بندخل القطعه دي مع منديل يزق كل حاجه ويسحبها الناحيه التانيه. بس كده الانشه دي جاهزه ان هي تخش الخزنه. طيب ايه موال الخزنه ده؟ هنا في كندا قانون كندي، طالما في اطفال في البيت، البندقيه، بنادق الصيد عموما او اي فاير ارم موجود في البيت لازم يكون جوه خزنه حديد مقفوله بلوك، ومقفول على التريجر بتريجر لوك كمان، اللي هو مثلا في اي حال من الاحوال الاطفال الموجودين في البيت عرفوا يوصلوا لمفتاح الخزنه، لازم يكون في ديفايس زي ده. ده عباره عن لوك بيركب هنا جوه، بيقفل على الزناد، محدش يقدر يستخدمها. بس انا كده خلصت الصيانه بتاعت الانسه دي، جاهزه ان هي تخش الخزنه، هتفضل اعلى لحد السنه الجايه ان عشنا وكان لينا عمر باذن الله. يلا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.